السلام عليكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. مع حضراتكم مهندس علام احمد، دعم فني شركه شورى للكيماويات. ان شاء الله النهارده احنا متواجدين في الكفر الشرقي مركز الحمول مع الحاج غازي محمد محمود. بنجرب مركب استابتك على المشاتل الرز الشتل ان شاء الله. المشتل بياخد لو مساحته قراد بياخد كيلو ونص. المركب استابتك ان 21 من مميزاته ان هو في ماده الدي ام بي بي، ده بتاخر نترات كاتيون الامونيوم الى صوره نترات، وطبعا بيقلل فقد الكاتيون الامونيوم في صوره نترات في سواء في الري او الليتشنج او الغسيل. فالمركب من مميزاته ان هو ثابت جدا في التربه لمده اسابيع، ما بيحصلوش فقد زي الاسمده العاديه، وده اهم ما يميز المركب. بالاضافه ان هو فيه طبعا كبريت. يبقى الاستابتك بتاعنا ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، المركب فيه كاتيون الامونيوم في صوره NH4 موجب، بالاضافه عليه كبريت، بالاضافه عليه ماده الدي ام بي بي اللي هي مثبتات النترات، بتقلل فقد المركب في صوره نترات، وبتاخر تحويل كاتيون الامونيوم الى نترات او بتؤدي الى عدم تحويله، وبالتالي بيبقى المركب ثابت معاك لمده اسابيع في التربه، يمد النبات بعنصر النيتروجين. بالاضافه ان هو بيحتوي طبعا على عنصر الكبريت، بيظبط بي اتش الميه، بيظبط بي اتش التربه، وبالتالي بيبقى النتائج افضل واسرع. واحنا ان شاء الله متواجدين في ضيافه الحاج غازي بنجرب المركب، وان شاء الله هنعمله دلوقتي تجربه عمليه قدام حضراتكم، وهنبدره بمعدل 1.5 كيلو للقراط المشتل. حاج غازي ان شاء الله انت ناوي تجرب المركب ده ان شاء الله احنا هنجربه في جميع المحاصيل، بزرع خضار وبزرع لب وبزرع قط وبزرع رز. فانا جاي دلوقتي للباشمهندس علام، راجل يعني محترم، شركة شورى محترمه، بقالنا سنين بنتعامل معاها، شركه نظيفه ما فيهاش غش ولا فيها اي حاجه. احنا بنتكلم كلام يعني هنتحاسب عنه، لان احنا لنا العمل اللي على الطبيعه، وبقالنا سنين بنتعامل معاه. احنا بقالنا سنين بنتعامل معاه، وما شاء الله شركه عالميه، يعني ما فيهاش اي غش ولا اي حاجه. مواعيدهم مظبوطه وكلامهم مظبوط، وبييجوا يتابعونا يعني هنا في الحقل ويشوفوا المحاصيل، وبيشوفوا لنا المحاصيل الرز عاملين مشاكل، وعاملين زارعين خضار وزارعين لب. برضك هنشوف دلوقتي هنحطه في اللب وفي الخضار، وبنحطه في الخضار وبنحطه برضك في القط، يعني جميع المحاصيل الزراعيه، مش على حد الرز بس، لا جميع المحاصيل الزراعيه، لانه ما شاء الله يعني المركب ده بمعادل اكتر من شجرتين او 3 لوريا، يعني المركب الشجره منه بمعادل اكتر من 3 شكاير لوريا. فاحنا لينا اللي يوفر لنا مال، لان شجاير اللوريا غلت دلوقتي، فاحنا لينا دلوقتي اللي يوفر لنا المال دلوقتي ويجيب لنا مال محصول كويس. فما شاء الله يعني كل مركباتهم وكل انتاجهم ما شاء الله 10 على 10. مواعيدهم مظبوطه. باشمهندس علام يعني راجل محترم جدا جدا جدا، ومواعيده مظبوطه، بيجي يتابع لنا الحقل. وشركه شورى ما شاء الله حاجه يعني انضف ادويه اتعاملنا معاها، ما شاء الله، شركه نظيفه جدا.